وهذا شريف الزعري، وهذا هو شريف فايديهي اللي غالبا كان مهووس بالمسلسل الهندي اللي كان كيدوز في دوزام. بثلاثه بهم غيعلموك ثلاثه ديال الحوايج. الا كنتي مقيوس وفيك الدوده فاحسن طريقه هي دير راسك شريف، والا كنتي حازق وما في يديكش وعارف راسك ما غاديش تطفرو فاسهل حاجه هي تبدا تحير وتسخف لهم وتقول انك شريف، حيت ما كيهمش انك ما عارف. والله حتى شي نهار غتسطيني انا ندخدنا برقاقه سبيسيال. هادي ماشي فحال هادوك اللي فهمتي تتفرج فيديو في يوتيوب ودير فحالو، راه كتجي تبريكيكات ملاح. فوقاش تكتب التاء مربوطه وتفرق بين الدال والذال، لان الجبل العمر ما كيخليكش تكون مدلول. واهم حاجه ولو ما تكونش بنت وعندك المؤهلات، الخدمه ديال الشرفه في الدمه، حيت اغلى الذهوبات واحسن الروايح غيجيوك حتى لعندك. واخا ما تكونش شي شريف واعر وكتقضي الغرض، هادشي ما كيهمش، حيت احزق واحد فيهم القليله كيدير سلسله ليا اختاه ما عندي لا انا لا انت. كاع الانواع ديال الذهوبات اللي تضلي طيبي صباعك بلا جامع ليهم في انستغرام باش لا الا واسى راجلك المتبلد الاحاسيس يفهم راسو ويفرحك بارخص موديل وهو داير ميكا. هاد الشرفه جاوهم فابور وبكل بروده وهما مرتاحين في قلب دارهم، ولكن ما يمكنش لينا نحسدوهم حيت كوميم المخير فينا ما عنده لا السنطيحه لهاد الشوها ولا الجهد لهاد التلواز. من زاويتي كتجي والله تخيبه والله شي جيت لك الدراري والله صحاب قال الخدمه ولا حصلها تصحابو شي بكل الخير السيده راه فهمتي هادي ما راه قال سميت ديال امو كاع عرفت عندها ديبلوم في علم الشيماء يعني فهمتي يعني علم الشيماء راه هي كيفاش تقرا الجماعه يعني ماشي تقرا النفس الواحد البشر كيفاش تقرا النفس ديال الجماعه. شوف كتعجبني عندي فيديو كضرب لهم تيما راك سبقتش عليهم بزاف. جيب الناقه كل عام. الذبيحه الاولى الثانيه ديال الاميره رياضه الخمام ولات الكنز والذخيره، وطبعا ما غنساوش سلطان قنابه سلطان الكحل. طبعا ذبيحه مول الكراسه مول الدراسه هاي الجمالي بنت المحله انتما كيانات اللي كنخدموا معاهم كيجيبوا الذبيحه كل عام. هديه هذا العام هديه من عند بنت 30,000 درهم الحمد لله جات عندي. كان عندها سحل الكراهيه والتوقيف والتفريق بينها وبين راجلها، اتصلت بيا الحمد لله درنا الكشف الروحاني عرفنا المشكل درنا الازاله، واللي عنده الجواد باينين عليه واللي عنده ماليه باينين عليه واللي كيخدم بغيتي المحبه والموده داكشي ديال حكا جيب لك صاحبك ناري جيب لك صاحبك في 24 ساعه. واش دابا هذه هضره 5 صباح على الدين في حاجه كتقدر في 24 ساعه ولا في البلاصه والعنوان مش طراشين. بغيتي تقطعي الذبيحه بغيتي تحبسي هادشي ديال الذبيحه واللي بغات تقلع هادشي ولا تحيد هادشي راه تنقلعو تنحيد وبطريقه ربانيه باش كيكون ان شاء الله الشفاء صحيح. كاين بزاف ديال الناس كيبغيو يخرجوا من هذا الحال بطريقه عشوائيه، ما بقيتش باغي ندير هادي ما بقيتش باغي ندير هادي. هذا الانسان كيبدا يعاني تيمرض داكشي اللي تيدوز عليه ما نوصفوش لكم لان هادشي صعيب وهادشي عاهد ديال رجال الله. الانسان فاش كيدخل ليه راه كيتعاهد مع يعني كيتعاهد مع الجواد كيتعاهد مع الجن بصفه عامه. من غير ان هاد الناس كاملين يعتبر عايشين فابور وكيدخلوا زباله ديال الفلوس بلا ما يهزوا الهم انهم يخلصوا الضرائب لان خدمتهم غير معترف بها، فما يمكنش لكم تخيلوا كميه الهدايا اللي كيتوصلوا بها. وكأن الخدمه ديال الشريف ولات غطاء للفساد والسكيريه، حيت بالله عليكم فين عمركم شفتوا الناس في الزاويه كيضربوا الطاسه والسوشي؟ وكيف يعقل الانسان باش تقاد لها السعد وتفرح في حياتها غتشري لواحد الشريف قرعه الريحه بكثر من 1200 درهم وكينساو بلي الله سبحانه وتعالى كون ما كانش مسهل عليك فراه ما كنتيش اصلا غادي تغرقي واحد اخر بالذهوبات والروايح. ومن هذا المنبر بغيتكم توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايكات ودير ولا ديري سبسكرايب للقناه، ماشي باش يسهل عليك الله ولكن باش تدعموا المجهودات الغير متواضعه ديالي في انني نعطيكم محتوى زوين. واذا ما قنعتكمش هذه الهضره ديروها على وجه الفقصه اللي كنحس بها وانا كنتفرج باش نوجد لكم هذا النوع ديال الحلقات اللي كيخربق لي الكيمياء في عقلي بكثره الاغاني ديال الجدبه والتحيار والكلخ. ونبداو على بركه الله في هذا الدرس ديال التفاهه والفيزياء الفلكيه والتاريخ والاقتصاد.